في الدرس ده هنشرح ايه هما ال HTML attributes او سمات او صفات العناصر. في الدروس اللي فاتت مع بعض العناصر استخدمنا حاجات اسمها صفات او attributes، واللي هنشرحهم ونفهمهم دلوقتي مع بعض بالتفصيل في الفيديو ده. طيب هنبدا باول حاجه، ايه هما الاتريبيوتس؟ الاتريبيوتس بيسمحوا لنا ان احنا نضيف بعض المعلومات لعناصر HTML علشان نتحكم في سلوكه او في مظهره. وفي الفيديو ده كمان هنشوف ان في بعض العناصر في ال HTML ما بنقدرش نستخدمها الا لما نستخدم attributes. طيب ازاي الاتريبيوت بيتكتب؟ الاتريبيوت زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فاتت، وانا هنا برضو كتبت مثال علشان خاطر اشرحه لكم وانا بتكلم. الاتريبيوت بيتكتب دايما قبل نهايه الاوبننج تاج، زي ما احنا هنا شايفين ان الاوبننج تاج بينتهي عند علامه اكبر من، فهنا بنكتب الاتريبيوت. وزي ما احنا شايفين الاتريبيوت بيتكتب ان احنا نكتب الاتريبيوت نيم. في الحاله دي انا كتبت الاتريبيوت اللي اسمه كلاس، واللي انا هشرحه لكم بالتفصيل بعد شويه. والقيمه بتاعته او الفاليو بتاعته هو هيدنج، واللي طبعا زي ما احنا شايفين بنكتبها ما بين الكوتس او علامات الاقتباس. وبكده يبقى احنا شفنا ازاي بنقدر نكتب اتريبيوت. طيب ايه هما انواع الاتريبيوتس؟ الاتريبيوتس يعتبر بيتقسموا لحاجتين. اول حاجه وهما الاتريبيوتس اللي بتشتغل على كل العناصر بتاعت ال HTML، واللي هم يعتبر اسمهم جلوبال اتريبيوتس. وفي بعض الاتريبيوتس اللي بتشتغل على عناصر معينه فقط. وطبعا في الفيديو ده احنا هنشوف وهنشرح الاثنين. نبدا باول حاجه، ايه هما الجلوبال اتريبيوتس؟ زي ما احنا قلنا من شويه، الجلوبال اتريبيوتس هم الاتريبيوتس اللي بنقدر نستخدمهم على كل عناصر ال HTML. وفي الديسكربشن للفيديو ان شاء الله انا هسيب لكم كمان لينك الجلوبال اتريبيوتس عشان تقدروا تخشوا وتشوفوا كل الاتريبيوتس اللي ممكن تستخدموها على كل عناصر ال HTML. انا هنا هديكم كام مثال. زي ما احنا شايفين هنا، انا هنا استخدمت الاتريبيوت اللي اسمه كلاس. الاتريبيوت اللي اسمه كلاس هو جلوبال اتريبيوت بقدر استخدمه على كل عناصر ال HTML. يعني انا هنا لو كتبت H2 بقدر استخدم كمان كلاس مثلا واكتب heading 2 مثلا، هكتب هنا فرونت اندز. يبقى انا كده بقدر استخدم عنصر الكلاس على كل عناصر ال HTML اللي عندي. طب امتى اعتبر بستخدم الاتريبيوت اللي اسمه كلاس؟ بستخدمه لو انا مثلا محتاج ان انا ادي ستايل معين للعنصر بتاعي عن طريق ال CSS. في الحاله دي انا هنا مثلا كتبت هيدنج، يعني لو انا عايز اطبق ستايل معين على ال H1 اللي عندي هنا ده بقدر اديله كلاس. كمان في اتريبيوت تاني اسمه اي دي، بقدر اديله اي دي. طبعا الاسم بسميه اللي انا عايزه، مش هنسميه هيدنج، ممكن اسميه اي اسم عندي. بالتالي عن طريق الاي دي ده او الكلاس ده بقدر اخش مثلا عن طريق السي اس اس او الجافا سكريبت واخد العنصر بتاعي ده واعمل عليه التعديلات اللي انا عايزها. دول اعتبر جلوبال اتريبيوتس بنقدر نستخدمهم على اي عنصر عندنا. لو احنا عندنا H2، لو احنا عندنا باراجراف، لو احنا عندنا اي عنصر تاني ما شرحناهوش نقدر نستخدمه على الايمج، نقدر نستخدمه على اللينكات، نقدر نستخدمه على اي عنصر احنا شرحناه او هنشرحه في الكورس ده ان شاء الله. الحاجه الثانيه ان في اتريبيوتس بتشتغل على عناصر معينه بس. لو انتوا فاكرين في الدرس اللي فات احنا اتكلمنا على عنصر الانكر اللي هو اعتبر الاي او اللينك، لما احنا شرحنا عنصر السايت وقلنا ازاي نحط لينك عشان خاطر لما اليوزر يدوس على العمل يوديه على اللينك بتاع العمل نفسه. استخدمنا عنصر اسمه الانكر وكتبناه بالطريقه دي، كتبنا ايه وجوه الاتش ريف كتبنا اللينك بتاعنا. فهنا الاتريبيوت اللي اسمه اتش ريف ده استخدمناه مع الانكر، ده مش جلوبال اتريبيوت. يعني انا ما اقدرش اجي عند الاتش 1 واستخدم الاتش ريف لانه مش هيشتغل، لانه مش جلوبال اتريبيوت. الاتش ريف بيشتغل مع عناصر معينه منها عنصر الانكر تاج. وهنا طبعا اتريبيوت الاتش ريف استخدمناه علشان خاطر لما اليوزر يدوس على حاجه يودي على اللينك اللي هنكتبه جوه الاتش ريف. وطبعا من غير الاتريبيوت ده عنصر الانكر مش هيشتغل. مثال تاني على الاتريبيوتس اللي بتشتغل مع عناصر معينه هو مثلا مع الايمج. لو احنا مثلا هنا كتبنا ايمج هنلاقي ان الايمج عندها اتنين اتريبيوتس، واحد اسمه السورس وواحد اسمه الالت. السورس بنستخدمه عشان خاطر نحط فيه لينك الصوره او مسار الصوره حتى لو هي عندنا في الفولدر، والالت بنستخدمه عشان خاطر نحط فيه يعتبر النص البديل اللي هيظهر مكان الصوره في حاله ان الصوره ما ظهرتش لاي سبب ما، بسبب مثلا النت ضعيف او لينك الصوره مش شغال او اي سبب ما. الالت في الحاله دي بيشتغل والنص اللي بنكتبه جوه الالت بيبان مكان الصوره بتاعتنا. وده طبعا بيحسن الاكسسبيليتي عشان خاطر اللي مش بيقدر يستخدم موقعنا بالطريقه العاديه ومثلا بيسمع موقعنا، برضو السكرين ريدر بيقرا له الكلام اللي جوه الالت. طبعا ده كله هنشرحه لما نيجي نشرح عنصر الايمج. انا بس بديكم مثال وبعرفكم ايه هي الاتريبيوتس. بالتالي لو انا كتبت الاتريبيوت اللي اسمه سورس او الت مع ال H1 او ال H2 مش هتشتغل، لان دول اتريبيوتس بيشتغلوا بس مع عناصر معينه زي مثلا الصور. كده يبقى احنا شرحنا ايه هم الاتريبيوتس، ازاي بنكتب اتريبيوت بطريقه صح، وشرحنا الفرق بين الجلوبال اتريبيوتس والاتريبيوتس اللي بتشتغل مع عناصر معينه بس. قبل ما انهي الفيديو حابب اديكم كام نصيحه، هي ان انا لما اجي استخدم الاتريبيوتس بستخدمها باللور كيس، يعني انا اكتب كل الحروف بالطريقه دي سمول. طبعا لو انا مثلا جيت هنا وعايز استخدم الكلاس وكتبت مثلا الكلاس بالطريقه دي
برضو مش غلط، صح عادي، لكن طبعا يفضل والبيست براكتس ان انا اكتبها سمول زي ما انا كتبتها في الاول. فبالتالي نمسح دي عشان اعتبر دي غلط. هتشتغل لكن يفضل ان احنا ما نكتبهاش كابيتال. تاني حاجه هي ان احنا نقدر كمان نستخدم السنجل كوت. يعني مثلا لو انا كتبت السورس بالطريقه دي وجوه السورس عملت سنجل كوت، يعني مثلا هنا كتبت مسار الصوره بتاعتي، برضو صح مش غلط وهتشتغل تمام. لكن في المعظم هنلاقي ان اللي بيستخدم هو الدبل كوتس، لكن طبعا الطريقه الاولانيه برضو مش غلط. وبكده يبقى احنا شرحنا ايه الاتريبيوتس. مستنيين في الفيديوهات الجايه ان شاء الله نكمل مع بعض عناصر البادي. شكرا.